خطاب جلالة الملك اليوم كان خطاب الليلة كان خطاب واعر وزين. مضمون الخطاب 4 نقط ولا 5 اللي ركز عليهم جلالة الملك. واحدة منهم ربط خط بحري تجاري اقتصادي، وهذه مهمة جدا. ثانيا تفكير في التنقيب في البحر عن الموارد البحرية، لأنه كيف الغاز وكيف البترول وسط البحر، الخيرات ديال البحر. وهذا ما اللي فيه تأكيد المغربية الصحراء، تأكيد مغربية الصحراء ذو النقاط كلهم. الثالثة التأكيد على تفكير خلق خط سكك حديدية يربط إفريقيا بالمغرب، وهذا مهم جدا حتى هو. والرابعة الخط ديال الغاز اللي دايز على نيجيريا وتفكير فيه وخلق له آليات اللي يتمشى بها مزيان. هذا خط اللي تعود عنده قيمة كبيرة جدا ويربط المغرب وأوروبا، ليعود خط جيد جدا ليعود عنده اقتصاد. وخطابه قال عنه، قال خطابه مولي نقطة ثانية اللي هي مهمة وخص الناس يفهموها، ما يفسروها بالعكس. لو قال عن العتاب، هو ما هو معاتب كعتاب، لا، الناس خصها تخدم وطنيا ودبلوماسيا ومحليا، خدمة للتضامن من أجل الوطن. وهذا كانوا نقاط كلهم إيجابيات، ويأكد فيها المغربية الصحراء اللي لا نقاش فيها. وأكد على بعض الدول اللي كبيرة جدا واللي اعترفت بالسيادة المغربية، وأكد ملي تأكيد على الحكم الذاتي. يعني راه ما كاين، ما هو الحكم الذاتي هو الكاين اقتراح المملكة المغربية.